هاي، ازيكم كلكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اهلا بيكم في قناة بيت مارو. يا ريت تعملوا لايك على الفيديو ده وشيروه كمان مع اصحابكم، ودوسوا اشتراك في القناة لو لسه مش مشتركين، عشان في نسبة كبيرة بتشوف فيديوهاتي بس مش مشتركة. وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس لكل اشعارات القناة عشان يوصل لكم كل فيديو جديد انا بنزله. انا كل يوم بنزل فيديو جديد، ففعلوا زرار الجرس. ويلا بينا نبتدي فيديو النهارده نعمل مع بعض الايس كريم الكريمي التحفة اللي بناكله في اشهر محلات الايس كريم. بجد طعمه احلى من احلى محل ايس كريم. هتجربوه بنفسكم وهتدعوا لي. المكونات بسيطة جدا جدا. أول حاجة معايا كوباية، كل المكونات اللي هقولها هشتغلها بكوباية إزاز اللي هي كوباية الشاي. هحط كوباية كريم شانتيه. تمام، كريم شانتيه بجيبه من عند العطار سايب عادي. تمام، يبقى كوباية كريم شانتيه عليها كوباية لبن متلجة تكون ساقعة جدا، وعلبة ويبنج كريم أو كريمة خفق. تمام، العلبة دي ب22 جنيه. تمام، هتعمل لنا كمية حلوة من الآيس كريم. تمام، بس ما تدوسوش عليها جامد وانتوا بتحطوها، عشان انا دوست جامد ويعني طرطشت مني، فوانتوا بتدوسوا دوسوا بالراحة. تمام، او تفتحوها كلها. تمام، ومش هحط سكر لان في مكون هضيفه دلوقتي ده. آه يعني السكر فيه هو اللي بيدي السكر بتاعي. تمام، فمش هحط سكر. لو عايزينه سكره مظبوط ممتاز زي اللي بناكله من بره ما تحطوش سكر. بصوا بقى، انا ما عنديش مضرب كهربائي. تمام، فهنضرب الكريمه والكريم شانتيه واللبن بايدينا بالمضرب اليدوي، وهيدينا كمان نفس النتيجه. تمام، مضرب يدوي زي اللي انا ماسكيه ده، وتفضلوا تضربوا تضربوا تضربوا. تمام، حوالي بالظبط مش هتاخد منكم اكتر من 5 دقايق وهتلاقوها بتربط معاكم وهتشوفوا. تمام، وانا بضربها معاكم هتلاقوها بتربط معاكم على طول من غير مضرب كهربائي. انا ما عنديش مضرب كهربائي اللي هو مضرب البيض، انا ما عنديش. تمام، ومش حابه اعملها في الكبه، فحبيت اعملها على ايدي. شايفين بتربط معايا ازاي؟ شايفين ابتدت تمسك معايا؟ يبقى كده تمام جدا. اهم حاجه زي ما قلت لكم الكريمه تكون في الفريزر، يعني تكون متلجه بس مش مفرزه، يعني مش جامده، لا تكون متلجه يعني ساقعه جدا جدا. اللبن يكون ساقع جدا جدا. حتى الكريم شانتيه تحطوه في التلاجة شويه. بصوا تعرفوا ازاي ان هو بقى تمام؟ تيجي تقلبوا الطبق اللي انتوا بتعملوا فيه تلاقوه ما بيقعش. تمام، هو ده القوام المظبوط. تمام كده خلاص، اساس الايس كريم بتاعي كده تمام. فاضل بقى المكون التحفة اللي بيديني طعم ايس كريم بره، الحليب المكثف المحلى. العلبة دي كبيرة ب33 جنيه وبتعمل معاكوا 3 مرات ايس كريم. تمام، يعني انا هاخد ربع العلبة دي. تمام، وتقدروا تعملوا بيها 3 مرات، يعني المرة مش محصلة 10 جنيه. تمام، فانا حطيت ربع الازازة وهبتدي اقلب من فوق لتحت كده. مش هقلب كأني بقلب كيكة جامد، لا. شايفين بقلب ازاي؟ بالسباتشولا من تحت لفوق. تمام، يا دوبك بس بدخل الحليب المكثف في الايس كريم. تمام كده الايس كريم يعتبر خلص معايا الاساس. تمام، في الايس كريم خلص. هبتدي بصوا، انا هعمل بطعمين: طعم الاوريو لاننا بنحبه جدا وابني بيحبه جدا، وهعمل النوتيلا. تمام، هعمل اوريو نوتيلا. تمام، فابتديت كده احط في طبق. هقسمهم على 2. تمام، الكمية دي ممكن تعملوا كوبايات صغيرة قد مثلا 10 كوبايات صغيرة، لكن انا هعمل 2 كبار. تمام، علبتين. فهعمل اوريو ونوتيلا على حسب ما انتوا عايزين، اي طعم، فستق، مستكة اللي هي البوظ العربي. تمام، بيبقى طعمها حلو جدا. جبت بقى ايه؟ علبة اوريو، هستخدم علبة اوريو كاملة. تمام، هكسر نصها جوه الايس كريم. تمام، وهكسر نصها على الوش. تمام كده. عايزه اقول لكم بجد، صدقوني طعمه طلع. عارفين البراندات المشهوره بتاع الايس كريم؟ طعمها زيها بالظبط، الطعم الغني الحلو، مش اللي هو التجاري ده، لا.
طعمها غني وحلو جدا جدا، هتنبهروا من النتيجة. لو جربتوا الطريقة دي بجد هتعجبكم. ولو حسبتوا التكلفة الكاملة ليها مش هتكمل في المرة 30 جنيه. تمام. واسمكم عملتوا كمية كبيرة. لو هتشتروها من بره يبقى اغلى من كده بكتير جدا. احنا بنشتري البولة من بره في المحلات الايس كريم الكبيرة المعروفة ب25 البولة. فانتوا هتعملوا ب25 دي هتعملوا كمية حلوة جدا. تمام. خلاص كسرت نص الكيس وقلبته مع الايس كريم. هبتدي كده ايه اكسر على الوش، اديها نفس الشكل اللي بنشوفه بره. تمام. تمام. الايس كريم بقى يقعد قد ايه؟ 6 ساعات في الفريزر، 6 ساعات وتاكلوا منه. تمام. عشان لو اقل من كده هتلاقوه سايل شويه، فعشان يمسك نفسه ويدينا الايس كريم تمام هتقعد 6 ساعات في الفريزر. ده ايس كريم الاوريو اللي احنا عملناه. تعالوا مع بعض نعمل النوتيلا. هغطي العلبه واحطها في الفريزر. بقيه الكريمه او اساس الكريمه اللي احنا عملناه اللي هو الكريم شانتيه واللبن المتلج والكريمه المتلجه واللبن المكثف المحلى. تمام. هو ده اساس الايس كريم. هحط معلقتين نوتيلا او على حسب اللي ما بتحبوا. عايزينها اكتر حطوا 3 معالق، عايزينها اقل حطوا معلقه. انا بحب كل حاجه وسط، فهحط معلقتين نوتيلا. وهبتدي اقلب برضو من فوق لتحت لحد ما النوتيلا تمتزج مع كريمه الايس كريم اللي انا عملتها. تمام. هبدا اقلب بالسباتشولا بتاعتي من تحت لفوق برضو. تمام. واول ما تمتزج معايا ابتدي برضه احطها في علبه. تمام. واشيلها في الفريزر. زي ما قلت لكم اي طعم عايزينه. قلت لكم البودره بتاع الجيل المانجا، بس انا بفضل كل حاجه تبقى طبيعيه بتدي الطعم بتاع اشهر محلات الايس كريم. يعني لو عايزين ايس كريم فراوله تجيبوا فراوله متفرزه تمام وتطحنوها في الكبه وتحطوها. لو عايزين مانجا هكذا اي طعم انتوا عايزينه. تمام. يا ريت تحطوه طبيعي زي ما هو، بلاش البودره او الاطعمه الجاهزه دي. تمام. عشان تديكوا نتيجه حلوه جدا. خلاص كده خلصت الايس كريم النوتيلا. هبتدي احطه في العلبه بتاعتي. تمام. وهدخله برضو الفريزر لمدة 6 ساعات زي ما قلت لكم. عايزه اقول لكم ريحته فظيعه من قبل اساسا ما يتجمد ويبقى ايس كريم. ريحته تحفه بجد بامانه زي محلات الايس كريم الكبيره. نفس الطعم نفس الريحه نفس القوام. تحسوا ان انتوا بتاكلوا ايس كريم غني كده. احنا مش حاطين ميه فيه، حاطين قلبين. تحفه. تمام. حابين تحطوا على الوش كده رشة كراميل، رشة نيوتيلا تاني. تمام. بس انا كده بالنسبة لي تمام جدا. هشيله بقى في التلاجة في الفريزر 6 ساعات وهرجع معاكم ان شاء الله لما يطلع. رجعت معاكم. بصوا بقى انا ما عنديش للاسف السكوب بتاع الايس كريم اللي بتطلع الايس كريم. تمام. فعندي لقيت عندي المغرفه الصغيره دي مدوره شويه، قلت ايه ممكن تطلع معايا كويس. تمام. بصوا بقى بعد ما طلع كده خد التشميعه بتاع الفريزر وبقى احلى ايس كريم. تمام. تعالوا نطلعه واوريكم شكله. بجد تحفه. دي الاطباق بتاعت الجيلي انا هحط فيها ايس كريم وتنفع ايس كريم عادي. تمام. هحط 2 نوتيلا و2 اوريو. طعمهم طلع وهمي بجد وهمي حلو جدا. عارفين الايس كريم الاوريو اللي احنا بنجيبه من بره ده الغالي؟ هو طلع زيهم بالظبط واحلى كمان. عايزين بقى ترشوا على الوش اي حاجه، عايزين ترشوا كراميل، صوص شوكولاته، صوص كراميل، اي حاجه انتوا عايزين ترشوها على الوش رشوها. بتدي برضو طعم حلو جدا. تمام. زي ما قلت لكم الحلاوه السكر بتاع الايس كريم مظبوط جدا. اوعوا تحطوا سكر لان اللبن المكثف المحلى مسكر بزياده، فهو اللي بيديني السكر في كل الوصفه. فما تحطوش سكر خالص.
لو حطيتوا ربع عبوة اللبن المكثف المحلى هيديكوا طعم السكر المظبوط. اوعوا تحطوا سكر، تمام؟ مش هيظبط معاكم خالص، ويبقى طعمه محلي بزيادة. حتى لو طعم الايس كريم نفسه حلو ومش هتحبوه من كتر السكر اللي فيه. شايفين؟ تحسوا ان احنا واقفين عند احلى محل ايس كريم، شكله وطعمه تحفة. انا هرش عليه من فوق كده شويه شوكولاته مبشوره، تمام، عندي في التلاجة. دايما بقول لكم قبل ما تعملوا اي وصفه وظفوا الحاجات اللي عندكم في التلاجة علشان ما تبوظش. بصوا شايفين شكله؟ تحفه، لذيذ جدا وطلع طعمه رهيب. تمام. يا رب يكون الفيديو عجبكم. شكرا جدا لمتابعتكم. ده نيوتيلا وده ايس كريم الاوريو، ده الشكل النهائي. بجد طلع طعمه حلو جدا. لو عملتوا الوصفه دي وطبقتوها ابعتولي الصور على جروبي على الفيسبوك بنفس اسم القناه، بيت مورو او مرزهم، عشان انزلها معايا الفيديو الجاي. اعملوا الوصفه دي بجد هتعجبكم جدا على ضمانتي، وهتدعولي عليها. اشوفكم ان شاء الله بكره في فيديو جديد وفي وصفه جديده. مع الف سلامه.